قول لي يا اسطى، انت فرحان بحل مجلس الشعب؟ مين فينا مش فرحان؟ النهارده مصر اكنها عندها عيد بصراحه بسبب فك مجلس الشعب ده، حل مجلس الشعب. ليه يا عم؟ هو انت المجلس كان مضايقك فيه قوي كده؟ انا مش مضايقني انا بس، هو مضايق المصريين كلهم بره وجوه. تمام. اللي الناس دي بامانه يعني الناس دي ضحكت علينا. ايوه مجلس الشعب. انت فرحان بحل مجلس الشعب؟ بنسبة إن هي فرحة، بنسبة إن الناس دي أصلا لو كانت كفاية الله فينا كلنا كنا وقفنا معاهم بالطبع يعني، وكنا إحنا اللي حطيناهم في الرئاسة، بس هم من ساعة ما الناس انتخبتهم في مجلس الشعب ما لقوش الله فيها وما عملوش المفترض كانوا يعملوه. طبعا. ليه فرحان قوي كده؟ لأن هم ما عملوش أي حاجة للشعب اللي انتخبهم قدام أصوات. كانوا قاعدين في المجلس بيخططوا لنفسهم وبيعملوا قوانين مخصصة ليهم، ما عملوش أي حاجة للمصريين. كلمة ورد غطاء. ايوه يا باشا. حضرتك فرحان بحل مجلس الشعب؟ فرحان جدا جدا جدا. عايزين ان احنا ما نسيبش مجموعه تسيطر على البلد زي ما كانت المجموعه الامم مسيطره. مش عايزين نغير الاسم بس، عايزين نغير كل حاجه في البلد. فعشان كده كان ضروري ان مجلس الشعب ده يتحل. يعني انت فرحان ان مجلس الشعب يتحل؟ فرحان بجد والله؟ اكيد طبعا. طب ابتسامة بقى. طب اضحك، طيب انت زعلان ليه؟ مش هفرح على خيبة خابتها الإخوان دمرت بها الشعب المصري أو سرقوا جزء من الثورة دي. قول لي، انت فرحان ان مجلس الشعب اتحل؟ فرحان. فرحان قوي يعني؟ قوي. تمام، الف شكر. ماشي. انت فرحان ان مجلس الشعب اتحل؟ فرحان. أيوة بيقلك. فرحان ليه بقى؟ فرحان بكل حاجة. عشان انا ما حققوليش اي حاجة من تحت الارض. تمام. واللي انا بسمعه عليهم ده كله مش كويس. بيحسسوا ان الناس هو بيحسسوا الناس ان هم كويسين وهم مش كويسين. تمام، الف شكر لحضرتك. صح. قول لي يا ريس، انت فرحان ان مجلس الشعب اتحل؟ طبعا فرحان إن هو اتحل. ليه بقى فرحان ان المجلس اتحل؟ هو قال له الطمع قال ما جمع، يعني تمام. الطماع. أنت ربنا كرمك وعملت قائمة، ليه تستحوذ على المقاعد الفردية اللي هي مش ملكك؟ يبقى ده طمع ولا مش طمع؟ كنت سبت المقاعد الفردية دي للناس الغلابة، للثوار، لكذا لكذا لكذا، للناس اللي هي عايز تبقى جنبك. لازم من أول ما تشطح تنطح